شفتوا اللي حصل في أحداث مسلسل المدينة البعيدة الجزء التاني؟ تعالوا بقى ما أقولكم مراجعة وتقييم لأحداث الموسم التاني لمسلسل المدينة البعيدة. قبل ما اكلمكم عن الاحداث اللي بتتكلم دلوقتي في الموسم التاني لازم ترجعوا لفيديو التوقعات اللي انا عملته عن الموسم التاني، هحط لكم لينك الفيديو هنا، روحوا واتفرجوا عليه وقارنوا بقى ما بين الاحداث اللي بتحصل والاحداث كمان اللي انا قلتها في الفيديو اللي اكتر من 80% منها بيحصل. تعالوا بقى نشوف ايه هي التفاصيل والحاجات اللي بيتكلموا عنها دلوقتي في الموسم التاني واللي تقريبا هتهبلنا كلنا. يعني هم بدأوا الموسم بداية حلوة جدا وكانت زي ما انا قلته في التوقعات بالظبط، ان عالية رجعت مع جيهان من المطار وخلاص جيهان بدأت ان شخصيته تقوى كده قدام صداقة، وبدأ ان هو يقول لها ان هو بيحب عالية وعالية مسكت ايده والدنيا تمام وكانت زبادي بالخلاط وكل حاجة كانت حلوة جدا ورتم الاحداث كان جميل. لحد بعد كده ما منى بقى بدأت ان هي تقول ايه، عالية هتهددها وان هي هتروح تقول لأجمل، وكل الاحداث دي جميلة وخلتنا في حماس وتوتر كده، يا ترى منى هتروح لأجمل امتى وهتقول له ولا لا واجمل هيعمل ايه. كل الكلام ده كان حلو جدا لحد ما اتفاجئت بقفلة الحلقة الاولى ان جيهان رايح يخبط منى دي بالعربية. ليه يا كابتن؟ ليه؟ والله بجد مشهد من أسوأ المشاهد اللي انا شفتها في المسلسل كله وفي اغلب المسلسلات اللي انا بتفرج عليها في العموم. يعني انت واحدة حامل في ابنك رايح تخبطها بالعربية علشان ما تخبطش عالية؟ ما انا عارفة الناس دلوقتي بتكتب في الكومنتات ما هي هتروح تخبط عالية فعشان كده لازم يخبطها. لا، عالية فضلت متسمرة واقفة كده، يا ستي ما تروحي اليمة دي، روحي اليمة دي، اجري على جيهان، تعالى انت يا جيهان اقف قدام عالية وهي لما تيجي هتخبطها هتلاقيك قدامها فخلاص مش هتخبط يعني لان هي بتحبك. لكن تروح يا ظالم تقتل او يعني تخبط البنت اللي هي حامل في ابنك بالعربية وكمان تتسبب انت في اجهاضها؟ ليه؟ يعني انا بالنسبه لي كان المفروض ان يعني طريقه الاجهاض بتاعت منى دي واحده اساسا اعصابها متدمره ونفسيتها يعني بايظه، فاللي هي طبيعي اصلا كان هيحصل لها اجهاض. انت ايه الداعي بقى ان يحصل موقف زي ده وتبقى انت اللي تسببت فعلا فيه؟ ما هو كده كده انت كنت هتبقى السبب عشان النفسيه اللي هي فيها دي مش من فراغ، ولكن مش بالاسلوب ده. هي كده كده فعلا كانت هتودع من المسلسل خلاص. النهايه برضو بتاع الشخصيه بتاعت منى دي ما عجبتنيش. انا كنت بصراحة مستنية ان منى تقول لأجمل على السر بتاع دينيز وبعد كده بقى ممكن أجمل ده هتبدأ بقى تقوم الحرب ما بينه وما بين صداقاته وما بين جيهان. كنت مستنية الجو ده يحصل بحماس كبير جدا، هو كده كده هيحصل بس انتوا أجلتوه ليه؟ ما خليتوش شخصية منى هي اللي تقول لأجمل السر ده ليه؟ انا مش عارفة بصراحة. وبعد كده موتوها برغم ان انا كنت شايفة لو هي كانت قالت لأجمل واجمل بقى خدها خفاها او رجعها لبنتها اللي احنا يا دوبك شفناها في مشهد يتيم واحد وهي جاية تستلم الجثمان بتاع مامتها ده، كان هتبقى الاحداث احسن بكتير. ويعني ما كانش لازم تموت، لان يا جماعة انتوا اللي عندكم بيموت بيرجع يصحى تاني، مفيش حاجة مضمونة اليومين دول، ما كل حاجة هبلة بتحصل حاليا في المسلسل. انا يعني اسفة جدا والله للفانز بتوع المسلسل اللي على فكرة انا منهم، بس انا لما ما بيعجبنيش حاجة بقول، لان انا مش مقتنعة بالهطل اللي بيحصل حاليا في المسلسل ده. يعني ايه بوران عايش؟ حد يقنعني. انا ليه؟ كان عندك احداث كتير جدا، الكاتبه بتاع المسلسل كان عندها احداث كتير جدا تقدر ان هي تعملها في المسلسل ده ويبقى من اقوى المسلسلات اللي في الموسم لو اتكلمت عن الحرب ما بين العشائر وعملت حرب بقى ما بين العشيره بتاعه دمير لما كايا يبدا ان هو يعرف ان زيرن حامل في ابنه، وكمان بعد كده لما اجمل يعرف ان دينيس حفيده، يبقى في حرب كده في العشائر الثلاثه كده اللي موجودين في مدين ولا الاربعه دلوقتي، ويبداوا بقى الحرب تشتعل الاربعه ليه علشان كمان العشيرة بتاعت إيبك. ما هو كايا هيبقى عايز يتجوز زيرن علشان حامل في ابنه فبالتالي هيبعد عن إيبك، فتبدأ بقى تولع الدنيا كده، تولع ما بين العشائر الاربعه دول، وانا اقعد بقى كده بمزاج اتفرج وابقى مستمتعه على الاحداث اللي بتحصل في الحلقه. لكن رجوع شخصيه بوران خلى الريتم بتاع الاحداث بصراحه بالنسبه لي سخيف جدا. انه انت كمان حتى علشان تقنعني الشخصيه دي طلعت عايشه ازاي، ما اقتنعتش بالسرد اللي اتقال او بالطريقه اللي اتقالت. يعني ايه؟ واحد كان حارس بوران وماشي وراه على طول، واول ما بوران عمل الحادثه راح جاي في عامل معاه، راح جاي جايب العامل ده داشش دماغه وحطه مكانه واخد بوران ورايح بقى بيه على مستشفى ولا ايا كان راح ان هو يعالجه يعني، وحط العامل ده مكانه ولبسه هدومه والكلام ده كله. افندم، يعني انا عايزه افهم، ده حادث حصل في كندا تمام؟ انتوا كنتوا عاملين الحادث ده في صحراء ولا انتوا كنتوا عاملينه فين؟
هو ما كانش في اي حد ولا في عربيات تانية في المكان غير هي عربية بوران والعربية بتاع الراجل اللي وراه اللي هو بيحرسه وحمادة اللي عمل الحادثة معاهم؟ طب انتوا عملتوا الحادثه ليه؟ يعني لما ما فيش زحمه سير ولا اي حاجه. في بجد انا مش مقتنعه خالص بالمنطقيه اللي هم اتكلموا فيها في الجزئيه دي، لان انا حسيت ان هو انت كان عندك فرصه ان انت تعمل كل ده وتيجي تغير الراجل وكمان تبوظ دماغه عشان شكله ما يبقاش باين، وبعد كده تاخد التاني وتمشي وكل ده وعاليه مغمى عليها. ما اقتنعتش خالص. وبصراحه الحاجه الوحيده اللي انا عارفه، انا كده بحب المسلسل فبتفرج عليه بحلو وبشره، ما بعرفش ان انا اوقفه يعني حتى لو الاحداث مش عجباني، فانا مكمله معاهم اشوف نهايتهم ايه. وبقول ان الحاجه الوحيده اللي ممكن تشفع لهم في قصه بوران دي ان هو يخلوه عايش يعني لحد الان، ان بوران يعني يفوق يقول سر ويرجع يكمل غيبوبته او يموت في ساعتها. ما هو اصل ما ينفعش يصحى، يعني بكل حال من الاحوال ما ينفعش ان شخصيه بوران دي ترجع للحياه مره تانية. ويعني وضع عالية دلوقتي وجيهان ايه، حتى يا عيني البنت مصدومة اول ما شافته. ايه ده؟ ما طبيعي ده كان حالنا كلنا، اللي هو انت ازاي عايش؟ انا دلوقتي ايه ده؟ انا متجوزاك ومتجوزة اخوك في نفس الوقت، ده ايه الوضع الزبالة اللي انا فيه ده؟ ما هو ملهاش حل ولا تفسير تاني غير كده. اي حد مكانها هيدي رد الفعل الطبيعي ده، بصرف النظر بقى عن ردود افعالهم الباقيه كلهم. اللي جيهان راح قاعد يحلق لك في دقنه ومش عارفه اسمها ايه، ناره عماله تبص له وحبيبي، وكلهم بصراحه ما حدش فيهم ادى رد فعل طبيعي غير عاليه. انا يعني ده اللي انا شايفاه، ان هو فعلا حد راجع للحياه. فانا طبيعي ان انا اول ما اشوفه اتسمر كده واللي هو يجرى لي حاجه يعني، لكن ان انا احضن ومش عارف ايه وبتاع، ما انا لازم اتخض الاول. انا ماشي هحضن بعد كده لان اكيد الشخص المتوفي ده عزيز عليا، فيعني اتمنى والله يرجعوا للحياه، ولكن ما يبقاش الرد بالطريقه اللي هم عملوها دي. مش هنكر ان تمثيلهم حلو جدا في الدراما والحاجات دي كلها، لكن الرد بتاعهم بالنسبه لي ما كانش مقنع نهائي. فانا عايزاك يا بوران يعني ترقد كده في سلام وتكمل الغيبوبه بتاعتك، ممكن ما تصحاش خالص من فضلك يعني، علشان دلوقتي الاحداث ما بين جيهان وعاليه بدات ان هي يبقى يحصل فيه برود تاني، وهنرجع بقى لاحداث الموسم التاني والبرود والتباعد اللي حصل ما بينهم. خلاص بقى يعني كنا ما صدقنا ان الاتنين هيعيشوا عادي بعد كده، ليه ترجعوا الاحداث دي مره تانية؟ وزي ما قلت قدامكم احداث تانية كتير جدا كنتوا تعملوها في احداث المسلسل، زي بالظبط كده ما ظهر في الاعلان الاخير اللي شفته ان نديم راح خلاص قال لجيهان ان الابن اللي هو في بطن زيرين يعني هو كده ابن كايا. فجيهان راح جاي رايح لدمير وبيقول له انت لازم ان انت تطلق زيرين، فيعني اللي هو كده فيه هيبقى حرب ما بين جيهان وما بين دمير. وفي نفس الوقت برضو اكيد السر بتاع دينيس ده هيبدأ ان هو يظهر بعد كده، فاجمل كمان هيخش على الخط. بالاضافة كمان ان شاهين اللي هو اول واحد عرف بره العيلة يعني اللي هما الاخوات وكده، عرف ان بوران عايش، فمن كتر الغضب اللي جواه وان نارا خبت عنه حاجة زي دي، وان هما عمالين يقولوا انت ابوك قتل بوران، انت مش عارف ايه، انت كذا انت كذا، راح جاي هوب واخد نفسه ورايح على صداقة من غير ما اصلا هي كانت تعرف ان بوران عايش، وقال لها ان بوران عايش. فبرضو كده هيبدأ انه في مشاكل ما بين شاهين ونارا تحصل. بعد كده كمان صداقة هل هتسكت؟ مش هتسكت، دي هتولع الدنيا اكتر ما هي كانت مولعاها اصلا، وهتقعد تزن على جيهان وعالية ان هما يتطلقوا. يعني الانسان دلوقتي اصلا مش عارف موقفهم ايه، بس على حسب اللي انا عارفاه يعني عالية معليهاش ذنب، دي واحدة اتجوزت وكانت مفكرة ان جوزها متوفي، فهي معليهاش ذنب لان هي ما كانتش تعرف، دي حاجه مش معروفه. حكم بقى الشرع وكده تقريبا بيقولك هي بتختار تبقى متجوزه مين وبتطلق من تاني، حاجه زي كده. اللي عارف برضو يكتب لي في الكومنتات عن الجزئيه دي يعني حكم الشرع فيها ايه بالظبط. ولكن انا من رايي ان بوران مش هيكمل معانا كتير، وده اللي انا بتمناه يعني. مع ان بعد ما الريت طلع بالمنظر ده بعد القصه بتاعت بوران دي، انا والله شاكه ان الكاتبه ممكن تكمل في الحوار ده حبه حلوين عشان خلاص الريت علا والدنيا تمام، فنكمل بقى في القصه دي شويه. لكن اتمنى بجد ان هم ينهوها ويقفلوها علشان ترجع تاني عالية وجيهان يرجعوا خلاص ان هم زوجين يعني ويكملوا مع بعض. وكمان يعني تخيلوا ان اصلا بوران لو فاق هو هيفوق
يلاقي مراته متجوزه اخوه، ما هو كده كده هو اللي كان موثق، وهيلاقي ابنه بيقول لاخوه اللي هو يعتبر عمه بابا، وهيلاقي ان ابوه اللي هو كان عارف ان هو ابوه مش ابوه وان عمه هو اللي ابوه، وهيلاقي ان اخته بقت متجوزه اخوه. عارفين بص اللي هو ايه، الواحد بيقعد يفكر في الجزئيه دي في حاجه حرام انا مش فاهماها في الموضوع، فيعني هيعرف كل ده هيتجلط هيموت، والله العظيم انا حاسه بكده يعني. فشخصيه بوران اعتقد ان هي مش هتكمل معانا كتير، وممكن ان هو يكون في غيبوبه على طول، بس هي حبت ان هي تحط حبه شطه وفلفل كده علشان تشعل الاحداث وتخلي الناس كلهم يتكلموا على مسلسل المدينه البعيده، وبالفعل ده اللي حصل. فأنا لو هدي تقييم لمسلسل المدينة البعيدة الجزء الثاني، ومع حبي الشديد للمسلسل، بس هديله 7/10 علشان في أحداث كتير هندية بتحصل في المسلسل ده ما هياش مقنعة بالنسبة لي. لو عايزين بقى تعرفوا تقييم لمسلسل ولي العهد روحوا للفيديو ده، ولو عايزين تشوفوا تقييم لمسلسل الحسد روحوا للفيديو ده، ولو وصلتوا لحد هنا فشكرا جدا ليكم، سلام.